السؤال ده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار، فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور. فيسأل الملائكة بعضهم بعضا: أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار؟ فيقال إنه قد مات. وساعة إذن يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه، ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن، حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلساه للسؤال، يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة، فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين، فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن: لا عليك منهما، لا تخف ولا تحزن، فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني. أنا أشعرت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لذلك كل إنسان فينا يفتح المصحف ولو دقيقة في اليوم، مجرد ما ينظر في المصحف ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليه بصره من أمراض العيون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدام النظر في كتاب الله حافظ الله عليه بصره ما دام حيا. أدام النظر يعني يفتح المصحف يبص فيه ولو نظرة كل يوم، ما تعديش يوم إلا ما تفتح المصحف، حتى لو كنت أمي ما بتعرفش تقرأ بص فيه. 3 حاجات النظر فيها عبادة فقط. النظر في المصحف الشريف حتى لو ما بتقرأش، النظر إلى الكعبة المشرفة، النظر إلى وجه الوالدين بحنان. ال3 حاجات دي بتدي لصاحبها حسنات تثقل الميزان. لا إله إلا الله.